بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا درس جديد، طريقه تركيب ساوند سيستم. هنشوف طريقه التركيب وتمديد الاسلاك فيه. يلا بينا. زي ما انتم شايفين هنا اهوت، ده هنا الجبسن بورد اهو. انا علمت خدت السنتر بتاعي تمام. هنقوم دلوقتي بفتحه وتركيب السماعة إن شاء الله. تابعونا. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا فتحنا الجبسن بورد، ادي السماعة. هنجرب المقاس بتاعنا زي ما انتم شايفين. خدنا القطر بتاعنا وجاب معانا، خلاص هنخلعها وبعد كده نرمي السماعة في الأول. زي ما انتم شايفين اهو، دي النازله اللي جايه من عند الساوند، مغذيه سماعات الطرقه وطالع على فوق. هنركب العلب ونثبت الخراطيم ونرجع لكم تاني. ده كده هيبقى هنا مكان اللي هو الساوند سيستم تمام اهو، وهنطلع بيه بماسورة هيوزع على السماعات، وفي نفس الوقت هنحط في العلبة باريزة تغذية الساوند. وده شكل السماعة بعد ما فتحناها هنا اهو الصالة. بالشكل ده. ودي النزلات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. هنركب العلب والخراطيم ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين اهو الشكل اهو.
زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا كده محرنا المرمى بتاعتنا وحطينا السماعة. ده الساوند سيستم. كده السلك اهو حطيناه، حطينا السلك التاني، السماعة التانية، وانتظرونا ان شاء الله بعد الفينش من الشقة التجميع. ورجعنا لكم تاني بعد التشطيب، نص التشطيب. دلوقتي احنا هنركب السماعات بتاعتنا، واحب ان انا اقول كلمتين لكل اخواتي الفنيين المبتدئين. اول حاجة سلك السماعة ده شيء اساسي، استحالة ان انت تعمل تركيب السماعة ديت على سلك كهرباء، لان لو عملته على سلك كهرباء اول حاجة السماعات دي هتضرب. السماعات ديت للاسف ملهاش ضمان، اول ما بتطلع من المحل خلاص صاحب المحل ما بيعرفكش. تاني حاجة احب اقولها لك ان انت عشان تيجي تشتري السماعة لازم تعمل تيست عليها، ان انت تقفل السماعة وتشوف قوة الصوت في قلب المحل زي ما انتم شايفين كده اهو. تاني حاجة احنا دلوقتي هنوصل السماعة بتاعتنا. هاخد فردة السودا عندي سلك السماعة على الكومن، وهاخد على ال6 واط. يلا بينا نشوف طريقة التركيب. ادي الفردة السودا اهي، في هنا كليبس اهو بالشكل ده اهو. ادي المشبك، زي ما انتم شايفين اهو. هنطول هنا التقشير شويه كده. السماعه اللي هناك مع السماعه ديت خدتهم مع بعض، ودوت الاسود اهو ده اللي هو الكومن مع ال6 واط. دي الأخيرة.
صنع الجهاز بتاعنا. ده الريموت، هندوس على زرار المود دوسة طويلة، هيجيب معايا كلمة بلوتوث. دلوقتي هنسمي الله ونفتح. دي كده السماعتين بتوع الصالة. هنيجي هنا في الطرقة، دي كده سماعات الطرقة زي ما انتم شايفين اهو. لو انا موجود في الصالة مثلا وعاوز اشغل ساوند سيستم، بدوس على المفتاح بتاعه. مش عاوز ان انا موجود، لو انا مش متواجد في الصالة بضغط هنا، لكن انا موجود مثلا في اوضه النوم في اي حته عاوزها بفتح مطرح مناسب. دوت فيه ميزه البلوتوث، وفي وصلة USB، ممكن تشغل عليه فلاشه وكارت ميموري. وفي راديو كمان اللي هو FM. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. يا رب لو عجبتكم الحلقه واول مره تشوفنا، يا ريت ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.